دي مدوخاني مطلعه عيني، مش راضيه تعمل معايا اي حاجه خالص. يعني طول اليوم قاعده على الموبايل ونايمه ومش راضيه تعمل اي حاجه، حتى ما بتجيبش لنفسها كوبايه الميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. امهات كتيره بتشتكي ان بناتها يعني خاصه المراهقات ما بيرضوش يساعدوها ابدا في البيت. خلاص احنا دخلنا على الاجازه وما ينفعش ابدا ان انتي تستسلمي قدام البنوته وتسيبيها ما تعملش اي حاجه في البيت. بصي انت هنا مش بس يعني هتستريحي شويه وتخليها تساعدك، انت هنا بتعلميها مهارات الحياه اللي هي هتحتاجها بعد كده ان شاء الله. البنوته خلاص هتكبر وهتبقى زوجه وام، فمحتاجه ان يكون عندها مهارات حياتيه، وحتى كمان تقدر تشيل مسؤوليه، تقدر ان هي تتحمل فتح بيت. اوعي تستسلمي. البنت هتعمل يعني تصرفات تضايقك كتيره، هتعاند، هتعلي صوتها، مش عايزه ان هي تعمل معاكي اي حاجه. ما تستسلميش. لو عندك بنوته بترفض ان هي تساعدك تماما، كملي الفيديو للنهايه علشان ان شاء الله هتستفيدي وتقدري تتغلبي على الموضوع ده. لازم تتكلمي مع البنوته كده بوضوح وتقولي لها حبيبتي خلاص انت دلوقتي فاضيه، مفيش وراكي اي مذاكره او اي حاجه، يعني محتاجه منك ان انت تيجي معايا في المطبخ مثلا تساعديني او تساعديني في البيت، علشان دي مهارات البنوته لازم تتعلمها. هتلاقي البنت تقولك اشمعنى انا، ما تخلي اخواتي، اشمعنى انا البنت هي اللي تعمل كل حاجه والصبيان ما بيعملوش. فقولي لها لا، كل فرد في الاسره هيعمل. وطبعا انت بتدي للاولاد كلهم يعني اعمال يعملوها حسب سنهم، ولكن البنت اكيد لازم بتكون يعني عندها مهارات اكتر، لانها تبقى ان شاء الله زوجه وام. فبتتكلمي معاها كده بوضوح وتقولي لها انا محتاجاكي وانت بنوتي الجميله ومحتاجه ان انت تساعديني واعلمك برضه. هتقولك مش عايزه اتعلم، انا واخده الاجازه وعاوزه استريح. قولها تمام، انت ليكي وقتك تستريحي براحتك وتقعدي وتعملي اللي انت عاوزاه، ولكن برضه لازم يكون في جانب لمساعده ماما ويكون ليكي دور في الاسره. فطبعا لو هي متمرده قوي وما بتعملش حاجه خالص، بنبدا معاها بالراحه خطوه خطوه كده، وبنديها بعض الاعمال البسيطه علشان يعني تاخد معانا شويه وتقدر ان هي تستجيب يعني. اما لو هي يعني بتعترض خفيف فنشاركها بقى، خليها تشارك معانا. بصوا خلينا صراحه مع بعض، كل البنات اللي هم وهم صغيرين ساعدوا ماما في المطبخ وفي البيت وفي التنظيف والحاجات دي، يعني بقى عندهم خبره وقدروا ان هم يفتحوا بيوت. اما البنات اللي هي ما تعودتش خالص وما بتعملش حاجه وماما كانت بتعمل لهم كل حاجه، لقوا صعوبه في فتره الزواج او حتى بدايات الزواج. فاحنا كده بنقيهم من الصعوبات اللي هتواجههم. فطبعا بتاخديها معاكي في المطبخ، تخليها تساعدك، تذمر ومش عايزه وكده. خليكي صريحه معاها وقولي لها انت دلوقتي كبيره وتقدري انك تساعديني. لو انت مش هتقومي بالواجبات اللي انا طالباها منك، انا كمان مش هقوم بالواجبات اللي انت بتطلبيها مني، لان ما ينفعش يكون في فرد واحد هو اللي بيعطي دايما وهي الام والاولاد مستقبلين وخلاص. لا، كله لازم يساعد الام. وندي للولاد الولاد الصبيان نديهم مهام، ولكن البنات بيبقى ليهم دور اكبر يعني. فنطلب منها بقى ان هي مثلا لو احنا غسلنا هي تنشر الغسيل، لو احنا نشرنا الغسيل هي تلم الغسيل، ساعديها وانت بتعملي الاكل، تناولك حاجه، تقطع معاكي حاجه، وانتوا بتنظفوا لازم يكون في يعني ليها دور في التنظيف وتنظف وحتى اوضتها. وما تسمحيش بقى في الاجازه ان الاوضه بقى تبقى مبهدله ومش نظيفه والدنيا بقى بايظه كده زي في ايام الدراسه. لا، احنا هنا فاضيين دلوقتي، فتساعد وتنظف اوضتها ونخلي بالنا. بصي لو هي بتعلي صوتها وبتتنرفز ومش عايزه وكل الكلام ده، حاولي ان انت تصبري. بصي تعليم المهاره وتغيير السلوكيات بياخد مننا صبر ومجهود وتكرار كتير جدا. ما تستسلميش في نص الطريق، ما تخليهاش تنتصر عليكي وتنهزمي قدام الغضب. فخلي بالك طويل وكرري مره واثنين وثلاثه الامر، وخليكي حازمه في موضوع ان انت مش هتقبلي ان انت تسيبي الاولاد كده في الاجازه مرحرحين بتعملي لهم كل حاجه، بياكلوا هم قاعدين، يشربوا هم قاعدين. لا، لازم يكون ليهم دور، مش ماما بس اللي تقوم بكل حاجه، لا كل واحد فينا ليه دور. كان في دكتوره كنت بتابعها ربنا يبارك فيها يا رب، كانت بتقول انا بطبخ الاكل ولازم كل واحد يكون ليه مهمه.
المهمه. لو في ابن من اولادي ما عملش المهمه بتاعته، فانا ما بسمحلوش ان هو ياكل من ايدي اللي انا عملته، يروح بقى يتصرف مع نفسه، ياكل اي حاجه من التلاجة، عيش وجبنه، اي حاجه، ولكن كل واحد بيكمل التاني. فانت لو ما عملتش مهمتك براحتك، ما تتنرفزش، ما بتضربش، ما بتزعقش، ما بتعملش حاجه، ولكن ما بتخليهوش ياكل من الاكل اللي هي طبخته. طبعا امهات كتير هيقولوا ايه القسوه دي، ايه ده؟ لا، هي هنا بتعلمه تحمل المسؤوليه. اخدت قرار، تحمل مسؤوليته. وانتي برضو عاوزاكي تعملي كده، وانا وانتي وكلنا لازم نعلم ولادنا تحمل المسؤوليه. الصيف والاجازه هي فرصه كويسه جدا اننا نعلم اولادنا تحمل المسؤوليه، وخاصه البنات. كمان ما ننساش اننا نحاول نشترك للبنات والولاد في انشطه صيفيه، نعلمهم القراءه، يقراوا في في انشطه متعدده، علشان برضو ما يضيعوش وقتهم ويفضلوا قاعدين على الموبايل طول الوقت. لازم تحجمي امر الموبايل والنت علشان ما يقعدوش بقى مبلطين وكسلانين وما يعملوش اي انشطه. يا رب اجازه سعيده عليكي وعلى اولادك وعلى بناتك. ولو عندك اي سؤال اكتبي لي في التعليقات. وعاوزاكي تكوني ام صبوره، ام قد التحدي وبتتحكم في الغضب. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، واتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات اي سؤال، وتابعوني علشان تستفيدوا من كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كنت معكم ريهام حسن، اخصائي ارشاد نفسي واسري وتعديل سلوك للمراهقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.